كنا شرحنا فكره المشروع الثلاثي القصه اللي فاتت. بس دلوقتي انا عايز اتكلم في كذا حاجه ثانيه اللي هو ازاي تجيب كل زاويه من زوايا المشروع. انت عندك بالظبط هنا 6 زوايا في المشروع. اول زاويه عند زاويه الراس لازم تنظرها ايه؟ بيبقى عليها زاويه الراس اللي هي راس المشروع. وبالمناسبه اي زاويه راس من دول رمزها ايه برضه؟ تمام؟ طيب بعد كده الزاويه اللي بعد كده هي الفاي واحد اللي هي زاويه السقوط الكلي. تمام. زاويه السقوط الكلي دي هي الزاويه اللي بيعملها الشعاع مع عمود النقاط اول ما ينزل على الوش. تمام؟ هنتعلم دلوقتي الناس كلها بتفهم ازاي. الزاويه الثانيه عندي اللي هي سيتا واحد اللي بيتقال عليها زاويه الانكسار الأولى. تمام؟ زاوية الانكسار الأولى دي اللي هي الزاوية اللي جوه دي اللي هي ناحية الشعاع السطحي. لو افترضنا إن المنشور سطح على الشعاع بالشكل ده، فالشعاع أول ما يسقط بيحصل له انكسار. الانكسار ده بيفضل ينكسر كده ويمشي جوه المنشور لحد ما يطلع من زاوية الخروج من الناحية الثانية. تمام؟ طيب الزاوية اللي بعد كده عندي اللي هي الفاي 2 اللي هي زاوية السقوط الثانية. زاوية جوه المنشور بالشكل ده. الزاوية الأخيرة معايا في الزاوية اللي بيعملها الشعاع اللي هي الثيتا 2 اللي هي زاوية الخروج. في عندي زاوية المفروض هي مش ظاهرة قوي بس هي زاوية الانحراف اللي هي الألفا. زاوية الانحراف دي فكرتها أو المبدأ بتاعها إن هي معمولة من امتداد الأشعة اللي هو امتداد الشعاع السطحي وامتداد الشعاع الخارجي. ده امتداد بالشكل ده، لو مديناه بالشكل ده هيكمل لي بالشكل ده، ولو مدينا الشعاع السطحي بالشكل ده هيعمل لي زاوية الانحراف. دي اللي هنقول عليها زاوية الانحراف اللي رمزها ألفا. زاوية الانحراف. طيب نمسك كده كل زاويه فيهم ونشوف احنا هنحسبها ازاي. مبدئيا نيجي على زاويه الراس. زاويه الراس دي ممكن تتحسب بكذا طريقه. اول حاجه القانون اللي موجود عندك في الكتاب اللي هو الاي بتساوي الزاويتين اللي جوه دول اللي هي السيتا 1 والفاي 2. السيتا 1 والفاي 2. من الاخر كده ده القانون مباشر اللي عندك ان انا اقدر اجيب دي زاويه الراس. طيب هو ممكن في المسائل اللي موجوده عندك انك تتم امتحان او مثلا في امتحان اخر السنه المفروض ان هو ممكن يطلب منك اي زاويه من الزوايا اللي جوه دول ولازم انت هتحتاج زاويه الراس دي. بس هو مش هيقول لك هيجيب لك زاويه الراس بطريقه مباشره، ممكن يقول لك مثلا المثلث ده متساوي الاضلاع. ساعتها متساوي الاضلاع عايز اركز. انا بالنسبه لي زاويه الراس بتتجاب من القانون ده. طيب الطريقه الثانيه اللي هو ممكن اجيبها زاويه الراس اللي هو على حسب نوع المثلث بتاعي. يعني ايه على حسب نوع المثلث؟ يعني ممكن يقول المثلث ده متساوي الاضلاع، ساعتها زاويه الراس اوتوماتيك بتساوي 60 لما يقول المثلث بتاعي متساوي الاضلاع. يعني كده هنا متساوي الاضلاع. بتساوي الاضلاع يعني زاويه الراس هي بتساوي 60. طيب في حاجه ثانيه ممكن استعملها في المثلث ده اللي هو فكره مثلا نقول اللي هو متساوي الساقين اللي هم دول قد بعض ويجيب لي قيمه الزاويه دي. لو قال لك الزاويه دي مثلا ب 40 تمام؟ والزاويه دي اوتوماتيك ما دام بتساوي الساقين يبقى الزاويه دي كام؟ ب 40. ساعتها هو مش هيديك زاويه الراس، هو هيستنتج اللي انت المفروض تبقى عارف زاويه الراس بكام. المفروض ان ده مثلث عنده مجموع زوايا كام؟ 180 ناقص مجموع الزاويتين دول هيديني زاويه الراس، يعني هتبقى 2 ساعتها هتساوي 180 ناقص 40 زائد 40 يعني 80. 180 ناقص 80 هتساوي 100. 180 ناقص 80 هتساوي كام؟ هتساوي 100. مش الدرجه؟ المفروض زاويه السقوط الاولى دي اللي هي موجوده بره المنشور، دي مش موجوده عندك غير في القانون بتاع زاويه الانحراف اللي هي الالفا بتساوي
مجموع الزوايا اللي بره ناقص الزوايا اللي جوه، اللي هي فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص 2. فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص 2. هي دي زاويه الاضطراب، ده القانون بتاعها ودي الطريقه الوحيده اللي انت تحسبها بيها، اللي انت تجيب 3 زوايا دول. طيب نيجي لزاويه السقوط الاولى. زاويه السقوط الاولى موجوده عندك في القانون ده، فبالتالي انا اقدر احسبها منه. اقدر احسبها منه ازاي؟ لو هو اداني كل الزوايا اللي موجوده في القانون ده، تمام؟ ساعتها انا عادي جدا اقدر اجيب زاويه السقوط الاولى. طب لو هو مش مديني اي زاويه من دول، اقدر اجيبها بطريقه ثانيه ازاي؟ الطريقه الثانيه اللي انا اجيبها بقانون الان. الان عندك بتساوي ساين فاي 1 على ساين سيتا 1. ساين فاي 1 على ساين سيتا 1. بس انا عايزك تاخد بالك بس من حاجه معينه. القانون ده بيتغير على حسب الوش المنشور. القانون ان ده بيكون شكله كده لما يكون ده وش المنشور اللي انا هستعمله عليه. طيب لو ده وش المنشور اللي انا هستعمله عليه اللي هو الوش الثاني، ساعتها القانون ان بيتغير. القانون ان بيتغير. الان ساعتها المفروض ان هي بتساوي الزاويه اللي بره على الزاويه اللي جوه. يعني ساين سيتا 2 على ساين فاي 2. ساين سيتا 2 على ساين فاي 2. قانون ان ده بيحل لي مشاكل كتير بس بشرط كل ما عارف طرف الزاويه الثانيه. يعني مثلا انا لو طلبت منك زاويه السقوط الاولى، فانت لازم عشان تستعمل قانون ان ده لازم يكون معاك زاويه الانكسار الاولى ولازم يكون معاك معامل الانكسار. زاويه الانكسار الاولى ولازم يكون معاك ايه؟ معامل الانكسار. معامل ايه؟ الانكسار. طيب ساعتها هعرف احط القانون ده واجيب الفاي 1 اللي هي زاويه السقوط الاولى. طيب زاويه الانكسار الاولى نفس الطريقه. زاويه الانكسار الاولى بقى موجوده في القانونين، اللي هو القانون بتاع الايه؟ عادي جدا لو هو مديني كل الزوايا في قانون الايه؟ ما عدا زاويه الانكسار الاولى هعوض في القانون ده واقدر احسبها عادي. طيب لو هو بقى مش مديني ولا زاويه من دول، ساعتها هتضطر اوتوماتيك ان انت تروح عند قانون الان اللي هو ده. ساعتها عشان هو يسهل عليك الموضوع هيديك الزاويه دي وهيديك الان وانت تعوض عشان تجيب السيتا 1. طيب زاويه السقوط الثانيه بقى، زاويه السقوط الثانيه موجوده عندك برضه في قانونين. القانون الاولاني اللي عندك اللي هي موجوده فيه اللي هو الايه بتساوي سيتا 1 زائد فاي 2. عادي جدا اعوض في القانون ده لو هو مديني في كل حاجه، تمام؟ لو هو مديني في كل حاجه. طيب ده بالنسبه لزاويه السقوط الثانيه. طب الطريقه الثانيه اللي انا هحسبها بيها اللي هي فكره ان انا برضه اعوض في قانون الان، بس مش اي ان، الان الثاني ده. اشمعنى الان الثاني ده؟ عشان انا قلت لك حطها حلقه في ودانك كده ان قانون الان بيتغير على حسب وجه المنشور. ودايما قانون الان بيساوي ساين الزاويه اللي بره على ساين الزاويه اللي جوه. ساين الزاويه اللي بره على ساين الزاويه اللي جوه. طيب لما نروح هنا ونطبق القاعده اللي انا لسه قايل لك عليها، الزاويه اللي بره اللي هي السيتا 2 والزاويه اللي جوه اللي هي فاي 2. فلما اجي اعوض هتبقى ساين سيتا 2 على ساين فاي 2. كل ده علشان اجيب زاويه السقوط الثانيه اللي هي تمام. نيجي بقى عند اخر زاويه معايا اللي هي زاويه الكروب. زاويه الكروب غالبا انت مش هتجيبها من قانون الفا. غالبا القانون اللي انت هتحتاجه علشان تجيب زاويه الكروب هو قانون ان ده. قانون ان ساعتها انت هتعوض فيه بشكل عادي جدا وتجيب فيه زاويه الكروب. بس انا عايزك تاخد بس بالك من حاجه معينه. ان هو عادي جدا يديك زاويه الراس ويديك زاويه السقوط الاولى ويطلب منك الزوايا كلها، تمام؟ وهو مش بيديك اي حاجه ثانيه. ساعتها انت هتضطر اول حاجه ان انت تجيب الزاويه دي، والزاويه دي هتجيبها ازاي؟ هتجيبها من قانون ان ده. بعد كده هتجيب الزاويه دي، والزاويه دي هتجيبها يا من قانون ان بس هو مش مديك الفاي السيتا 2، مش مديك السيتا 2. فساعتها انت هتضطر ان انت تجيبه من قانون الايه اللي هي سيتا 1 زائد فاي 2. ده لو هو مديك زاويه الراس، ده لو هو مديك زاويه الراس، تمام؟ طيب ده بالنسبه بس للفاي 2 والدنيا دي. فاضل لك بقى زاويه واحده اللي هي زاويه الخروج. زاويه الخروج دي بنسبه 90% انت لو هتجيبها في الامتحان هتجيبها عن طريق قانون اللي هو ساين سيتا 2 على ساين فاي. ساين سيتا 2 على ساين فاي.
طبعا لو طلب منك زاويه الانحراف فعادي كل الزوايا معاك فهيتعوض القانون ده عشان تجيب زاويه. تمام؟ ده كده طريقه حساب اي زاويه من الزوايا المشهور